حقوهم بيعمل يويتشي حركه غدر ويزق ماريا من على جبل يوقعها. بيفقد تينجي الامل في كل حاجه حواليه وبيقرر يأتمن يويتشي على حياته، وبيعتذر لابوه انه ما انتقملوش، وبيعتذر لاصحابه اللي خانهم. بيحس بحد بيشربه ميه وبيطلع يويتشي وبيشرح له اللي حصل وهو بياكل، وبيقول له كنت بختبرك، لو دوست الزرار واستسلمت كنا هنخسر، ولو استحملت واستنيتني لحد ما نفوز فهثق بيك تاني. حركاتهم وشخصياتهم ومش متبقي غير انه يدمر صداقتهم ببعض. بتشكر ماريا تشيساتو بدل هياكو تارو اللي انقذها. بيسأل تينجي ازاي هيدمر صداقتهم، رد انه كان قاصد يدخل بنت الفريق عشان يستغلها للاطاحه بالسيمباويين ويفرق ما بينهم. بيقول تشيساتو لماريا ما تشكرنيش انا، اشكري هياكو تارو هو اللي انقذك. فبتقول له لا ده بكرهه عشان بص عليا وانا بلبس. بيتوسل اليها تسامحه وبيعتذر لها، فبتضحك وتشكره وبيدق قلبه 3 دقات. بيشيلها هياكو تارو على ظهره وبيسمعها بتتساءل ليه كان لازم تدخل فريق يويتشي. يرجع لهم يويتشي وبيمثل انه بيضطهد ماريا وهي بتمثل انها خايفه منه. بيزعق هياكو تارو ليويتشي عن معاملته ليها، وبيسال مانابو مش العنف ممنوع؟ رد قال له ممنوع ضد الفريق الخصم لكن مش ممنوع ضد اعضاء الفريق الواحد. بيعرض هياكو تارو عليها انها تنضم لفريقهم. بيوقفوا تشيساتو وبيقول له مش شايف انهم بيتلاعبوا بينا وانها بتمثل عليك؟ بيتخانق معاه هياكو تارو ان ازاي يقول كده ومش كل الناس زيك، مش التوتر الحاصل بين اعضاء فريقه، ولكن ماريا هترفض تنضم. وتحكي لهياكو تارو ان يويتشي ماسك عليها زله، واما يعرف ايه الزله دي هيضرب يويتشي وساعتها هيفوزوا، او ممكن باقي الاعضاء يوقفوه وما يضربش حد، بس ساعتها التوتر ما بينهم هيزيد وعلاقتهم هتتفكك ومش هيتبقى الا انه يبدل فريقه عشان يبقى جنب ماريا.